نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات، وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، تحية طيبة أزفها إليكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ساعة شباب. يصحبني في التقديم كما جرت العادة أخي وزميلي عبد الرحمن محي الدين. حياك الله أخي عبد الرحمن. أهلا وسهلا عبد الرحمن، وأرحب بكم أيضا أيها السادة المتابعون والمشاهدون من كل مكان، ونسعد باستقبال استفساراتكم ومداخلاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. إلى بداية حلقتنا لهذا اليوم وفقراتنا لهذا اليوم وجلسة سماع. طيب، بما أن الفترة هذه يا عبد الرحمن في خضم اختبارات الفترة الأولى، نعم. خلينا نتكلم عن الاختبارات بشكل عام. دائما ما يتبادر إلى الذهن سؤال إذا تكلمنا عن الدراسة أو موضوع الاختبارات: هل تعتقد أن الاختبارات مفهوم ظالم للطلاب؟ يعني مثلا يكون بعض الطلاب أفضل من ناحية الكلام، من ناحية التحدث، فيحتاج أنه إذا تبغى تختبر المعلومات اللي عنده تجلس قدامه أنت أيها المعلم، أو يجلس قدامه منتخب لهذا ويقعد يتكلم، فيبدع الطالب أو يخرج كل المعلومات اللي عنده ويتكلم بطلاقة وريحية. لكن إذا وضعت أمامه ورقة ممكنه يتوتر أو ما يقدر يختزل معلوماته في ورقة مثل هذا. وش رأيك يا عبد الرحمن؟ هذه نقدر نقول عنها أول شيء يعني الموضوع صراحة جميل جدا، وجاي في وقتها. يعني الفترة هذه فترة اختبارات حول العالم بشكل عام. يعني خلينا نقول إنه هذه الفكرة هي من الأفكار التي غالبا تدور بين الطلاب الكسالى للأسف الشديد. يقول لك إنه هذا اختبار ظالم وأنا قدراتي أكبر من، وهذا لا يمنع إنه قدراتك تكون تفوق الاختبار، ولكن غالبا الطلاب المجتهدون إذا ما حصلوا على الدرجة الكاملة أو التفوق فإنهم غالبا لا يفشلون. يعني وهذا معروف. يعني ما لا تجد طالب يجتهد ويدرس جيدا ويحصل على يعني يا إما يرسب أو يحصل على نتيجة ضعيفة. غالبا يكون النتيجة هي فعلا نتاج ما زرعته، يعني الحصاد ما زرعته يداك أيها الطالب. فبالتالي لا أرى أنه في ظلم أبدا، يعني بالعكس. يعني الاختبارات هي من أكبر الأساليب التي تختبر فعلا مستوى الطالب. أيضا إذا كنت إنسان ذكي وتملك كل هذه الموسوعة الثقافية أو تملك المادة اللي بين يديك في عقلك، فإذا كان ذكائك ما يقدر يختزل هذه المعلومات في ورقة، فذكائك لن يعود عليك بالنفع على كل حال. لكن المشكلة هنا ليست في الذكاء، يعني ما في إنسان يملك معلومات وما يقدر يحطها في ورقة. المشكلة في الإهمال، المشكلة في أن الطالب يتعالى أو يشوف نفسه على المادة أو يشوف نفسه على هذا، يقول إني مثلا أكبر. إذا كان مثلا طالب شغوف بالرياضيات وعبقري فيها، يجد أن المنهج اللي قاعد يدرسه منهج تافه فيستتفه المنهج، فلذلك ما يؤدي جيدا في الامتحان. لا، أنت لازم تتماشى مع المنهج، ما تتعالى أو تترافع أو تشوف نفسك عليه. صحيح. وهنا يعني نقدر نقول تحديدا أنه يعني ليس للذكاء نفع إذا لم تستخدمه استخداما جيدا. نعم. كل الطلاب، أنا أعتقد أنه لا يوجد طالب غبي أبدا. يعني يوجد طالب ذكي جدا، ويوجد طالب أقل منه ذكاء، ويوجد طالب أقل منه ذكاء. اللي يفرق بينهم كلهم هذولا زي ما ذكرت عبد الرحمن اللي هو الإهمال. يعني طبعا يعني اللهم صل على محمد. موضوع صعوبة الاختبارات، خلينا يعني نأخذ محور جانبي. موضوع صعوبة الاختبارات، يعني بعض الناس يقول لك انه اختبار ورقي كتابي، وانا يعني موهبتي في الكلام، بعض الناس موهبته في الاستماع. نجد انه يوجد اختبار معروف بين العالم اللي هو اختبار الايلتس. هذا الاختبار هو من اعم واشمل الاختبارات، يعني اللي ممكن تختبر مستوى الطالب الحقيقي، لانه هذا اختبار عالمي، ويعني نعم، يعني درسوا فيه يعني اجيال واضافوا فيه ناس يعني كثار. فبالتالي هذا الاختبار هو الاختبار الحقيقي فعلا لمستوى الطالب. يعني انا اعطيك مثال حتى اني يعني اذكر لك يعني انه فعلا يوجد مثل هذه الاختبارات التي فعلا تقيس مستوى الطالب الحقيقي. وهذا ايضا لا ينافي موضوع انه اختبارات المدرسيه واختبارات الجامعيه هي اختبارات حقيقيه فعلا وتقيس مستوى الطلاب.
طيب ونجد ايضا بعض المعلمين، لا اله الا الله، نجد بعض المعلمين يعني يتعمد الانتقام من الطلاب في الاختبار. يعني يكون مثلا نعم. طول الفصل او طول العام الدراسي يكون الطلاب مثلا مطلعين عينه، فيجي في الاختبار وينتقم منهم، وهذا طبعا ينافي اخلاقيات صحيح. المعلم، ومهب يعني اسلوب جيد. وايضا تجد بعض المعلمين لا يلتزم بالمنهج الدراسي الموضوع له. نعم. يعني قد يكون مثلا معلم دكتور ومتخرج متخرج من صحيح. عفوا لا اله الا الله، بالماده اللي هو قاعد يدرسها الان متخرج منها دكتوراه، فلذلك هو واصل لليفل عالي ومرحله متقدمه جدا عن الطلاب اللي قاعد يدرسهم. فلذلك لما يجي يحط اسئله الاختبار تلقاها يعني مثل ما يقولون يعني تطلع معه معلومات اكثر فيخرج عن اطار المنهج، وهذا خطا، وهذا خطا طبعا وخاطئ في حق المعلم. نعم. طيب، وطبعا يعني هذه بالنسبة للطلاب هي يعني كالصاعقة، يعني خصوصا بعض المعلمين اللي يعني يكون يرى أن علميته تفوق علمية المنهج، وبالتالي يضيف إضافات من عنده على المنهج، يرى أن المنهج غير كافي، وهذا الشيء يعني يسبب أزمة كبيرة للطلاب. تجد أن بعض الطلاب يعني يدوب المنهج وباليلا يعني يكمل الموضوع، فما بالك لو أضفت يا أيها المعلم إضافة أخرى من عندك. وإن كانت يعني الفائدة المرجوة منها هي تثقيف الطلاب، ولكن يعني ارتبط موضوع المدرسة بأنه الطالب مجبر، فبالتالي التعليم بالإجبار قد لا ينفع في بعض الأحيان، حتى وإن كانت يعني سوف تضر بمستوى الطالب. وهذا الشيء يعني لا ينافي أبدا يعني جهود المعلمين. يعني لو ذكرنا أفضل المعلمين من هنا إلين يعني ما شاء الله ما راح نوفيهم حقوقهم. يعني المعلمين يعني أفضالهم وحقوقهم لا تخفى على أحد، ولكن هذه ملاحظات بسيطة يعني يغفل عنها بعض المعلمين وتسبب يعني أزمات ومشاكل كثيرة للطلاب. نعم، ومن ذلك قول القائل: قم للمعلم يخفض جانب الأدب، يأبى المعلم إلا أن يكون نبي. صحيح. وأيضا قول حافظ: قم للمعلم يوفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. دعنا أنتقل معك يا عبد الرحمن إلى جانب آخر، وهو جانب المذاكرة. كيف يأخذها الطالب بشكل عام؟ كيف يتعامل معها؟ من وجهة نظري المذاكرة يجب أن تكون هدف، أيا كانت الوسيلة الوصول إلى الهدف مطلوب. يعني الأساليب تختلف من طالب لآخر، بعض الطلاب يجيد الفهم يعني يفهم بشكل أسهل، وبعضهم يحفظ بشكل أسهل. صحيح. فلذلك أيا كان أسلوبك أنت يجب أن تصل إلى مبتغاك الأسمى وهو المذاكرة، عشان لا جاك الاختبار ما يعني لا تبالي الدكتور أتى بأسئلة صعبة أو الأسئلة سهلة أو ما إلى ذلك. فالأسلوب مع اختلافه الهدف واحد والمطلوب واحد، أيا كانت عقلية الطالب وأيا كان أسلوبه وأيا كان ما يفعله، فهو يجب أن يصل إلى هدف المذاكرة، الهدف الأسمى اللي بإذن الله بيوصلك إلى أعلى الدرجات. أيضا يعني إجابة على سؤالك أيضا يا عبد الرحمن، إيش الأشياء اللي تحفز من نشاط الطالب؟ يعني النقطة اللي ذكرتها جميلة جدا، إنك تضع الهدف وإن كانت الوسيلة طبعا باستثناء ما حرم الله عز وجل. بعض الناس يعني يتخذ أيام الاختبارات سبيلا لتعاطي بعض الأمور التي تشتت الذاكرة وتنبه الجسم وتجعله يعني ما شاء الله يقعد يومين بثلاث أيام مواصل. هذه الأمور إذا ما استثنيناها واستثنينا كل ما حرم الله عز وجل، فبالتالي كل وسيلة توصلك إلى الهدف فهي وسيلة جيدة نافعة ما دام أنها توصلك إلى الهدف كما ذكرت. أيضا من الأمور المهمة جدا في التركيز وصفاء الذهن ألا هو النوم. بعض الناس يغفل كثير عن النوم، يعني بعض الأحيان يقول لك في المثل المعروف: من طلب العلا سهر الليالي، والسهر أيام الاختبارات يعني من الأشياء المعروفة. لا، هذا مفهوم خاطئ انتشر بين الناس. وإن كانت يعني إيش سبب السهر أثناء أيام الاختبارات؟ لأنه الطالب كان مهمل في الأيام العادية، فبالتالي لو أنت مرتب وضعك من بداية الترم ودرست كل يوم بيومه، صدقني ما راح يعني الساعات التي تقضيها يومك بشكل عام ونومك بدون ما يتغير فيه شيء راح تكفيك وزيادة على أنك تذاكر. ولكن الطلاب يعني يحشرون نفسهم يضغطون نفسهم في أيام قليلة جدا، وبالتالي يضطر إلى أن يسهر، وبالتالي يضطر إلى أن يعني يكثر من المنبهات، الشاي والكافيين، ربما لا سمح الله يكثر من الأمور المحرمة مثل تعاطي المخدرات وما إلى ذلك. وبالتالي النوم من الأمور مهمة. ولا يخفى عليك أنه عبد الرحمن ما شاء الله يعني النوم إذا كل ما زاد النوم كل ما أخذ الجسم طاقة كافية، قصد أكثر من الراحة. طبعا التركيز يزيد، وبالتالي الذاكرة تنشط مع الوقت.
نعم. وايضا موضوع الاكل ايضا، انه كونه الانسان ما ادري عن بعض الناس قد يجد ان المذاكره على بطن خاليه افضل له، لكن ايضا الاكل يعني يعني يوسع مداركك ويخليك صحيح. صافي الذهن، يعني تركيز. هادي، اي بيعطيك تركيز بالضبط. اكثر. وايضا على سبيل الامثال يقولون اخواننا في السودان كان ما فاطر ما تخاطر إيه. فلا تخاطر بمذاكره او باختيار وكذا وانت غير متغذي غذاء جيد. والحديث ايضا عن العزله نعم. والانعزال عن الناس، وهذا موضوع مهم طبعا. كونك ممكن المذاكرة الجماعية تفيد، لكن أيضا العزلة والبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، عن الجوال، عن أي شيء ملهي، عن مثلا جلسة الأهل أو جلسة الأصحاب أو صوت التلفزيون. الانعزال عن هذا كله بيعطيك صفاء وتركيز وطاقة أكبر، لأنه بتصب جهدك كله، سمعك وتفكيرك وتركيزك وجهدك وأنظارك كلها على الكتاب اللي قدامك، على مذاكرتك، على أنك تنجز بعيدا عن كل الملهيات. مجرد أنك تنظر لجوالك بيضيع هذا كله. صحيح. إيه، بتجيك رسالة ولا تجيك هذا، فممكن أنك تقفل جوالك أو تبعد عن جوالك الفترة هذه إلى ما تنجز قدر لا بأس به من المذاكرة، ثم عاد تأخذ لك راحة أو تأخذ لك يعني شيء يسرك. ولعلنا عبد الرحمن ننتقل من نقطتك اللي ذكرتها إلى نقطة عملية فعلا تساعد الطلاب على التركيز في المذاكرة. يعني موضوع العزلة موضوع يعني جميل جدا وموضوع مهم في موضوع التركيز في المذاكرة. يقولون إنه أنت تكون خارج، يعني خلينا نقول خارج مود المذاكرة أو خارج تركيز المذاكرة حتى 21 دقيقة. طبعا هذه الدقيقة يختلف فيها ناس كثير، ولكن خلينا نقول مدة معينة. بعد هذه المدة أنت تدخل في مود الدراسة وتدخل في جو الدراسة، فتبدأ تركز. مجرد ما تسوي زي كذا بالجوال وتشوف إشعار، أنت نسفت هذا كله تماما. بالتالي النظرة اللي ذكرتها أنت هي ترى تنسف جهدك كامل، لأنه أنت تركيزك ومخك كان داخل في موضوع الدراسة، فما إن رحت يمين إلا راحت عليك. وأيضا من أساليب مهمة أيضا في موضوع الدراسة لنكون عمليين أكثر، يقول لك خصص مثلا 3-4 ساعات، ولكن لا تدرس 3-4 ساعات، ادرس نص ساعة ثم خذ لك راحة 5 دقائق ثم ادرس نص ساعة. النص ساعة عندما نقول نص ساعة، نص ساعة من الثانية الأولى إلى الثانية الأخيرة تركيز تام كامل على الدراسة فقط. ثم ال5 دقائق اترك، يعني ما أن تنتهي الدقيقة اترك، حتى وإن كنت في نص معلومة اترك عد إليها، يعني يكون الوقت شغال معك، راح تنجز، راح تحس بقيمة الوقت. يعني لما تشوف قدامك العداد ينزل راح تحس بقيمة الوقت، وراح تبدأ يعني تشتغل على نفسك أكثر وتبدأ تذاكر بشكل أكثر تركيز. طيب لعلنا تبقت عندنا نقاط كثيرة، مثل محور الغش ومحور المذاكرة الجماعية ومحور مخاطرات الاختبارات وما إلى ذلك، لكن الوقت لا يسعفنا في هذا. دعوني وإياكم أيها السادة المشاهدون أنتقل إلى الفقرة الثانية وحول العالم. حياك الله أخوي عبد الرحمن، حيا الله مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية من برنامجكم ساعة شباب وحول العالم. طيب عبد الرحمن، اليوم عندنا فقرة حول العالم، دولة من الدول المحببة إلى قلبي شخصيا وإلى قلوب الكثير من المجتمع العربي. خلينا نقول نتكلم عن دولة عربية تقع في الشمال الشرقي من قارة أفريقيا، وهي دولة مسلمة، هي دولة مسلمة وعربية وفي نفس الوقت أفريقية، وبالتالي أعتقد أنه يعني نعم. وضحت. يقولون أيضا في أشعارهم ما يتغنون فيه، يقولون لك عرب ممزوجة بدم الزنوج الحارة ديل أهلي. ومجرد أنك تسمع كلمة ديل تستلذ أو تستمتع باللهجة السودانية، وهي التي تعني ديل، يعني هؤلاء ديل أهلي، يعني هؤلاء هم أهلي. والحديث هنا عن السودان العربية. نعم. من نقصدهم في هذه الأشعار عبد الرحمن هم من السودانيين، ودولة السودان لا يحتاج أن تعرفها، فبالتالي مجرد أن تذكر اللهجة أو تذكر كلمة ديل مباشرة يعني يتبادر لذهنك دولة وحيدة. وكما ذكرت عبد الرحمن هي من الدول المحببة إلى قلوب الكثير من العرب، كون السودانيين يتميزون بخفة الدم وخفة الروح واللهجة الجميلة. طيب السودان هي جمهورية تبلغ مساحتها، طبعا هذا الكلام بعد انفصال الجزء الجنوبي منها، 730 ألف متر مربع،
وعفوا ميل مربع. طبعا قبل الانفصال كانت تصل مساحتها إلى 1,000,000 ميل مربع، يعني كانت تعتبر من الدول الكبيرة جدا. وقد انقسمت السودان إلى دولتين، إلى شمال السودان أو السودان وجنوب السودان في عام أعتقد 2011. نعم 2011. نعم. هي لم تكن كما تعتقد أكبر دولة عربية، بل فعلا كانت أكبر دولة عربية قبل الانفصال، وكانت السابعة من حيث المساحة على مستوى العالم، فكان لها حجم كبير يعني ومساحة واسعة. صحيح. أيضا لو ذكرنا بالنسبة للحدود، عفوا من موضوع الدول المجاورة لها، فيحدها من الشمال هي تقع كما ذكرنا في الشمال الشرقي من قارة أفريقيا. نعم. والوسطى يعني يحدها من اللهم صل على محمد، يحدها من الشمال جمهورية مصر كما هو معروف، وأيضا يتحدها من شمالها الشرقي إريتريا دولتنا الحبيبة الغالية، يحدها أيضا من جهة الشرق يحدها البحر الأحمر، يحدها من الغرب من الجنوب الشرقي عفوا أثيوبيا، ويحدها من الغرب اللهم صل على محمد عفوا من الجنوب يحدها اللهم صل على محمد اللي هي أثيوبيا. يعني المساحة الجنوبية الشرقية كلها تحدها أثيوبيا، والمساحة الشرقية تحدها البحر الأحمر ودولة إريتريا، والشمال تحدها مصر. فهي محاطة بثلاث دول، مصر وأثيوبيا والتفصيل في هذا نجد أن من الجنوب الغربي تحدها جمهورية أفريقيا الوسطى، ومن الغرب تحدها تشاد، ومن الشمال الغربي فتجمعها حدود مع الجارة دولة ليبيا العربية. نعم. طيب أيضا يا عبد الرحمن، لو نجينا نتكلم عن موضوع الإحصائيات السكان، فبالتالي نجد أنه آخر إحصائية بلغت 43 مليون نسمة ينتشرون في أنحاء البلاد، ولكن النسبة الأكبر منها موجودة في العاصمة الخرطوم، والتي تقع في قلب البلاد. تقتسم البلاد أو تنقسم البلاد إلى قسمين، الشرقي والغربي، وما يقسمهم هو النيل الخالد كما هو معروف، وكما يسمونه أهل السودان، فهي تنقسم إلى قسمين بحكم وجود هذا النيل في وسطها. طبعا هذا النيل عبد الرحمن يتكون من نيلين معروفين، اللي هو النيل الأزرق والنيل الأبيض. النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة اسمها تانا في أثيوبيا، والنيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا، برضو تعتبر من أكبر البحيرات العذبة في أفريقيا، والتي يقصدها الكثير من الزوار والسياح. طبعا بحيرة فيكتوريا المعروفة تطل على 3 دول، تطل على دولة كينيا وأوغندا وأيضا دولة تنزانيا. والجميل أيضا بالانقسام هذا أن النيل يلتقي النيل الأبيض والنيل الأزرق في العاصمة الخرطوم، فيما يعرف بمقرن النيلين، أي منطقة اقتران النيلين مع بعضهما. وهذه المنطقة لها روايات وتاريخ قديم، وكما يذكر أنها هي المنطقة التي وجد فيها سيدنا موسى عليه السلام نبي الله الخضر، في قول الله تعالى من سورة الكهف: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فيقول كثير من المؤرخين السودانيين أن المقصود بهذه الآية هو مقرن النيلين، لكن أغلب العلماء تحدثوا عن أن البحرين هما البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. عبد الرحمن، منطقة السودان أو المنطقة التي يعني فيها السودان هي من المناطق القديمة جدا والتاريخية، حيث يقولون المؤرخين أنها تعود هذه المنطقة إلى 8000 سنة، يعني بما يعني قبل الميلاد بكثير جدا. وفي ذاك الوقت كانت السودان والمنطقة التي فيها السودان تعرف في مملكة كوش، والتي هذه المنطقة سكانها كانوا ممن بنوا الأهرامات وينشئون لأمواتهم المباني الفاخرة والضراح والقبور الجميلة في ذلك الزمان، لاعتقادهم أن هذه الأموات سوف تعود للحياة، فبالتالي كانوا يبنون لها أماكن فاخرة وفخمة في ذلك الوقت. طيب طبعا أنا أذكر مملكة كوش عرفت السودان أسماء كثيرة مثل إثيوبيا، والتي تعني عند الإغريق الوجوه التي أحرقتها الشمس، وأيضا اسمها بلاد النوبة وبلاد كوش كذلك، ثم بلاد السودان والتي تعني بلاد السود أو أصحاب البشرة السوداء، والاسم يظهر أنه مشتق من ذلك. نعم. 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 عندنا أيضا حكم الكوشيين أو مملكة كوش. نجد أن هذه العائلة وهذه العائلة الحاكمة، وتحديدا الأسرة رقم 25، هي ممن حكمت دولة مصر،
واحتلت دولة مصر، والتي كانت بقيادة الملك بعانخي. نعم، بعانخي هو الملك الذي احتل مصر، وهو يعتبر من أشهر ملوك مملكة كوش. إلا أن الأشوريين والذين كانوا يقطنون مصر تمكنوا من هزيمتهم والسيطرة على مصر. عفوا، يعني نعم. الأشوريين كانوا في منطقة أخرى، ولكنهم تمكنوا من السيطرة عليها وهزيمة مملكة كوش والسيطرة على مصر الحبيبة. والسودان تاريخيا تعاقبت عليها فترات عديدة وحقبات متنوعة وحكام بأسماء كثيرة، منهم نذكر محمد علي باشا عن طريق الفتح العثماني، التي قامت عليها ثورة محلية عرفت بالثورة المهدية لصاحبها محمد أحمد مهدي. نعم. الذي قال أنه أرسل حتى يملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملئت جورا وظلما آنذاك، فالتف الناس حوله بسبب أنهم يريدون العدل وبسبب الوازع الديني الموجود عندهم بشكل كبير. وسرعان ما حكمت البلاد وعرفت بالدولة المهدية، لكنها انهارت بعد ذلك بذات سرعة التأسيس، ثم جاء بعد هذه الدولة الاحتلال البريطاني. لكن يا عبد الرحمن، لو تكلمنا عن هذا القائد فإنه نال استقلاله في عام 1956، وكان السيد المعروف إسماعيل الأزهري هو أول رئيس وزراء سوداني بعد الاستقلال من الاحتلال البريطاني. فبالتالي السودان استقلت من الاحتلال البريطاني في عام 1956، وأول رئيس وزراء لها هو الرئيس السيد إسماعيل الأزهري. نعم. نعم. وأيضا من الناحية الجغرافية والمناخية يا عبد الرحمن، فالسودان متعددة المناخات بتعدد الأقاليم. ففي الشمال نجد مناخ صحراوي وشبه صحراوي، أما في الوسط يوجد مناخ السافانا، ونقص من مناخ السافانا المناخ الفقير الحار. ثم أيضا نجد في الجنوب والجنوب الغربي يوجد مناخ السافانا الغنية التي تنتج، يعني تشتهر بهطول الأمطار وما شاء الله الخير الوفير هناك. و يعني المنطقة اللي هناك ما شاء الله لا توقف فيها أمطار، وتعتبر من المناطق الوفيرة بالنعم. نعم. وينتج عن هذا طبعا مما لا شك فيه تعدد المزروعات والمحاصيل بشكل عام. فتجد أنهم السودان في الشمال تشتهر بزراعة التمر والموز في الشرق والمانجو في وسط البلاد. وأشهر المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها دولة السودان ألا وهي يعني مصدر الصمغ العربي، حتى أنهم يقولون أنه الصمغ العربي الدولة الأولى المصنعة للصمغ العربي في بين الدول العربية هي دولة السودان. والصمغ ينتج من شجرة اسمها شجرة، أعتقد اسمها شجرة الهشاب. هذه الشجرة هي التي تنتج الصمغ العربي، بالتالي هي من الأشجار الوفيرة في منطقة السودان. والعجيب في هذا يا عبد الرحمن أنها ليست من صانع، بل هي غابات ضخمة كلها طبيعية من الله سبحانه وتعالى، لم يتدخل فيها بشر ولم تلمسها آلات أو ما إلى ذلك، كلها طبيعية وإنتاج رباني. سبحان الله. وأيضا يعني مما لا شك فيه والكثير يعرفون ذلك أن السودان تعتبر من أهم الدول المصدرة ليست فقط على مستوى العالم العربي، إنما على مستوى العالم للسمسم. فبالتالي السمسم السوداني من أشهر المحاصيل الزراعية التي تزرع في السودان. وعلى صعيد المعادن، الذهب، السودان يجلس على مخزون ضخم كبير جدا من الذهب يا عبد الرحمن. طيب، هناك معلومة غريبة بالسودان يا عبد الرحمن، هل تعرف أنه يوجد منطقة يقصدها، يعني ما أقول لك السياح العرب فقط، إنما السياح العالميين، ولكن حول العالم عفوا، ولكن التي يعني هذه المنطقة هي المناطق التي يزورها فئة معينة من الناس التي يعني تهتم بهذه الأمور، ألا وهي محمية، المنطقة اسمها محمية طبيعية تعرف باسم الدندر. هذه المنطقة من يقصدها؟ يقصدها فقط عشاق الحيوانات والحيوانات البرية وعاشقين الحيوانات بشكل عام، يعني يحبون هذه المحمية ويقصدونها من كافة أطراف العالم. والحديث عن السياحة لابد أن تذكر المدينة التي يقصدها كثير من السياح، وهي المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وتعرف أيضا بعروس البحر الأحمر لجمال طلتها. والحديث هنا عن مدينة بورتو السودان. نعم. بالذكر المناطق التي تقصد بالسياحة، عندنا منطقة اسمها جزر الكاسنجر، وعندنا أيضا جبل البركان بشمال السودان المعروف، عندنا منطقة البجراوية
في وسط السودان. عندنا منطقة اسمها منطقة جبل مرة بغرب السودان، هذه منطقة معروفة يقصدها الكثير من الناس، جبل مرة بغرب السودان، والذي يعيش كل سكانها في أعلى الجبل. يعني سكان منطقة هذا الجبل يعيش سكانها على ارتفاع 3000 متر مربع. طبعا هذا المكان يمتاز بالمناطق الطبيعية الخلابة التي يعني أنت تخيل معي 3000 متر فوق سطح الأرض، يعني المنظر خيال جدا، إضافة إلى شلالات وما إلى ذلك. بالتالي هذه المنطقة تشتهر بذلك كثيرا. وبالحديث عن الأعراق والقبائل وتعددها في السودان، فالسودان تضم أكثر من 300 عرق وقبيلة، وهو عدد كبير حقيقة من العرب والأفارقة وبعض الأقليات المصرية والتركية والحلبية والهندية وما إلى ذلك، حتى أنهم بل أنهم أصبحوا جزء أصيل لا يتجزأ من الثقافة السودانية ومكون اجتماعي رئيسي فيها. طيب عبد الرحمن، لعل الوقت داهمنا، ولكن الكلام عن السودان يطول ويطول. نحن دائما في كل نهاية فقرة نقول أنه الكلام لا يكفي، ولكن في هذه الحلقة حرفيا الكلام لا يكفي عن ذكر في هذه الدولة العظيمة جدا صاحبة التاريخ الكبير، ولكن لعلنا نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. مشاهدينا الكرام، نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم إلى آخر فقراتنا، فابقوا معنا. وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمروا. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده، أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم في آخر فقراتنا في هذه الحلقة. من جديد الترحيب بكم وإلى آخر فقراتنا في هذا البرنامج وسبورت. اهلا وسهلا. عبد الرحمن، ميسي حصد اللقب الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، وينقصه منافسة كريستيانو رونالدو ب5 كرات ذهبية. كان في لغط حول ليفاندوسكي محمد صلاح في استحقاقهم للكرة الذهبية. محمد صلاح لم يحضر الحفل من أساس، لم يحضر من الأساس في الحفل، لكن ليفاندوسكي كان موجود وحصل على جائزة هداف العام ولم يحصل على الكرة الذهبية. اللغط حول ليفاندوسكي ومحمد صلاح، ما رأيك فينا؟ إذن أخيرا أعلن عن الفائز بالكرة الذهبية. طبعا بعيدا عن اللغط الحاصل في موضوع الفائز بها، هل يستحق هل ما يستحق، دعنا نقول أن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي مهما أعطيته الكرات الذهبية سوف يكون أما مستحق لها أو على الأقل لا ينقد من يعني يعطيها، كون إنه ميسي يعني خاتم كرة القدم. وأنا أعتقد إنه هذه السنة أعطيت الكرة الذهبية لميسي تشريفا له على آخر إنجازاته مع المنتخب، اللي هو كوبا أمريكا. ولكن إذا جينا للحق، وهذه وجهة نظر خالية تماما من أي ميول، أنا أعتقد إنه لو كانت بالون دور تعطى لمستوى اللاعب خلال سنة كاملة، فإن كان يوجد من هو أفضل من ميسي. كان يوجد بنزيما، كان يوجد محمد صلاح، كان يوجد ليفاندوسكي. وأنا أعتقد إنه ليفاندوسكي هو المرشح الأكبر لبالون دور إذا كانت البالون دور أو الكرة الذهبية تعتمد على مستوى اللاعب داخل الملعب. ولكن أعتقد إنه الجائزة هذه لها أبعاد أخرى. يعني لو جينا يعني استحالة أن يكون الفائز بالكرة الذهبية بناء على تحليلات فنية وتكتيكية داخل أرضية الملعب. يعني هي تحكمها الكثير من الأمور، الزخم الإعلامي، التأثير داخل وخارج الملعب، الشخصية، الشهرة، الدعم الذي يحصل عليه اللاعب. فبالتالي لو جينا على المستوى الحقيقي للاعبين نجد أنه ليفاندوسكي، محمد صلاح، بنزيما، هؤلاء اللاعبين أدوا أداء أفضل من ميسي. وإن كان ميسي يعني أدى أداء جيد جدا أو أدى أداء يعني ممتاز في هذه السنة. ايضا في عام 2020 الحاصد على البالون دور كان ليفاندوسكي بعد موسم اسطوري قدمه. صحيح. ايه هو ما يعني حصل عليها، ولكن هو كان المفروض يحصل عليها لولا انه الجائزه الغيت. يعني حفل فرانس فوتبول الغي، وبالتالي ليفاندوسكي المفروض انه اخذها. نعم. في عام 2020 لم يحصل عليها كهديه ولكن حصل عليها كلقب. نعم. طيب، ننتقل في الحديث عن دوري ابطال اوروبا. يوجد لدينا اسماء متاهله مثل باريس سان جيرمان، مان سيتي، مانشستر سيتي، وقدمتهم قمه تاريخيه تفوق فيها بيب جوارديولا ب2 مقابل 1 مع وجود مبابي ونيمار وليونيل ميسي في المقابل. تفوق العقل المدبر على الأقدام المحترفة. وكذلك عندنا ريال مدريد وانتر ميلان من الأفرقة المتأهلة، سبورتينج وليفربول كذلك من الأفرقة المتأهلة، وأياكس وبايرن ميونخ. وتوجد مواجهة أخيرة مع برشلونة وبايرن ميونخ يحسم فيها برشلونة وجوده في تشامبيونز ليج أو عدم وجوده في تشامبيونز ليج، وهي مواجهة حاسمة حيث أن برشلونة لم يتفوق على بايرن ميونخ لفترة طويلة، وكان يهزم بأرقام يعني مؤلمة بعض الشيء لجماهير البايرن ميونخ. ما تعليقك على هذه المواجهة الصعبة وموقف برشلونة الثقيل؟ والله موقف برشلونة الصعب في هذه المواجهة. أنا أعتقد أنه برشلونة ودع دوري الأبطال، يعني كلمة ودع دوري الأبطال برشلونة لا تتقيان. منذ مدة طويلة جدا، أعتقد ما زيد عن 20 سنة برشلونة لم يغيب عن دور 16 في دوري الأبطال. فبالتالي أنك تقول إنه هذا الموسم سوف يغيب برشلونة عن دوري الأبطال، هذا شيء تاريخي ولم يحصل منذ القديم. والمنطقية تقول إنه برشلونة ودع إلا في حال
أن اللاعبين لم يرضوا على تاريخ برشلونة هذه الذلة وهذه المهانة، وقدموا ملحمة تاريخية في ميونخ في ملعب بايرن ميونخ الأليانز أرينا. فبالتالي الموضوع كله متعلق بلاعيبة برشلونة، ولا أعتقد ذلك، أن الموضوع أكبر بكثير من قدراتهم، وخصوصا بايرن ميونخ الآن يعني من الأفرقة التي يهابها يعني جميع من في أوروبا. فبالتالي يعني موقف برشلونة أنا ما أعتبره صعب، إلا أعتبره المهمة المستحيلة، والمهمة المستحيلة يعني علقت على أكتاف تشافي واللاعبين، فننتظر ملحمة تاريخية. نعم. أيضا تشيلسي من المتأهلين، وتشيلسي اللي سقط قبل بضعة أيام من يونايتد في الدوري الإنجليزي. نعم. بتعادل 1-1. لا زال يعتلي الصدارة تشيلسي ب33 نقطة، والوصيف مانشستر سيتي ب32 نقطة. يخشى على تشيلسي إذا تفوق أو تعداهم مانشستر سيتي أنهم لا يعودون للصدارة أبدا. صحيح. وهذا وهو معلوم عن بيب جوارديولا في ضغوطه في الدوري الإنجليزي. ليفربول الثالث، وكما هو ظاهر أنه يعني أقل من منافسيه تشيلسي ومان سيتي. ما الأسباب في هذا عبد الرحمن؟ طبعا الترتيب المعروف للدوري الإنجليزي هو يعني ينقسم بين هذه الثلاث أفرقة، عندنا ليفربول، عندنا تشيلسي، عندنا مان سيتي. وأعتقد وهو واضح أنه البطولة حدت بين هؤلاء الثلاث فرق. نعم. كما عرف كما ذكرت يا عبد الرحمن أنه مان سيتي إذا ترك الصدارة، أو بيب جوارديولا إذا ترك الصدارة، إذا استمسك بالصدارة، نعم، فإنه لا يتركها بسهولة أبدا. بينما الفرقة الأخرى عرف عنها أنه ممكن عندما تأتي للمقدمة. فبالتالي ننتظر مباريات قادمة أشبه بالملاحم التاريخية، لأنه هذا الدوري يعني لو جيت سألتني إيش أقوى نسخة من بيب جوارديولا لمان سيتي، لو قلت لك هذه النسخة، من الانسجام، من الحضور، من الشخصية داخل الملعب، أيضا من الدفاع. كان يعاب على بيب جوارديولا أنه الدفاع كان سيء. الموسم هذا من الدفاع مان سيتي من أقوى خط الأظهرة يعني في الدوري الإنجليزي، خط الدفاع أيضا. بالتالي عندنا مدرب أسطوري في ليفربول، عندنا مدرب أسطوري في تشيلسي. سوى ينتظرنا موسم حافل جدا. أنا أعتقد أن اللقب لن يخرج عن الثلاثة. الأقرب طبعا مان سيتي بحكم الخبرة في الدوري، وحكم أنه حامل لقب 3 مرات في آخر 4 سنوات أو في آخر 5 سنوات، وبالتالي هو الأجدر بها والأكثر خبرة، ولاعبينه تعودوا على مثل هذه الضغوطات. عندنا ليفربول أيضا يعتبر مرشح ثاني كونه أخذ البطولة قبل 2 سنين. نجد تشيلسي هو الذي لم يذق طعم الدوري منذ عام 2016، فبالتالي هي المهمة الصعبة لتشيلسي. و2016 ليست مدة طويلة مثل بقية الأفرقة. الحديث عن ريال مدريد و36 نقطة في الدوري الأسباني، و12 نقطة متصدرا المجموعة على إنتر ميلان، ومتأهلا لدوري أبطال أوروبا. ومدريد المعروف الكبير الذي لا يغيب عن أوروبا أبدا، وإن كان في أسوأ ظروفه وأصعب حالاته. ممكن أنه يتأهل لكنه يخرج من 16 أو من 8، لكنه نادرا ما يغيب عن التأهل. 36 نقطة في الدوري الأسباني، والوصيف أتلتيكو مدريد ب29 نقطة، والفارق بينهم كبير. نجد برشلونة في الموسم في المركز السابع ب23 نقطة، بعيد عن المنافسة كل البعد. وهذا ما لا نعرفه عن برشلونة منذ تقريبا من 10 سنوات. لم يغب عن الدوري، إما أن يأخذ الدوري أو يكون وصيف أو الثالث في أضعف الحالات. الآن برشلونة في الموسم في المركز السابع. المدرب تشافي، غياب كومان، تخبطات إدارية، ولعيبة يعني تقدر تقول صغار لا يملكون الخبرة الكافية. صحيح. الآن عندنا اللاعب عبد الصمد المغربي، مغربي الجنسية يظهر لي أو جزائري، عربي على كل، وعندك جافي، وعندك بيدري، ويعني أقصد أنه وأنسو فاتي، كلهم لعيبة صغار يعني ما بعد توغلوا في مثل هذه المواجهات. كيف ممكن أن يقوم برشلونة ويصعد في ظل هذه الظروف؟ برشلونة من الأمور المعقدة جدا كما ذكرنا في الحلقات السابقة. يحتاجون إلى سنوات، ولكن يحتاجون أولا إلى بناء قاعدة جيدة. نعم. الموسم هذا والموسم القادم يبنون عليها خلال السنوات القادمة. وأنا أعتقد أنه لو مشكلة برشلونة أنه يعني فريق تعود على الضغوط. نعم. يعني في الموسم واحد إذا ما طلعت أنت بأقل شيء ببطولة واحدة يعتبر موسمك فاشل. فريق تعود على البطولات، فريق تعود على الثنائية والثلاثية والخماسية والسداسية. فبالتالي مثل هذا الفريق صعب جدا أنك تقول له يا أخي اصبر 3 سنوات.
الجماهير لن ينتظرونك أبدا. بينما على عكس ذلك لو قلت للجماهير مثلا فالنسيا ولا حتى أتلتيكو مدريد، يعني أتلتيكو مدريد لو قلت له انتظر مثلا سنتين ثم ابني لك فريق قوي ثقيل فنيا سوف يصبر. ولكن برشلونة الجمهور لن يصبر أبدا وسوف يطالب بإقالة مدرب. فبالتالي أكثر فريق أقال مدربين في آخر السنوات الأخيرة منهم برشلونة، يعني نجد أنه إقالات بالجملة، خصوصا الموسم الماضي يعني نجد أنه إقالة فالفيردي، ثم في نصف الموسم إقالة كيكستين، وفي نهاية الموسم إقالة مدرب آخر، ثم يعني التوقيع مع المدرب الهولندي كومان، ثم الآن إقالة كومان والتوقيع مع تشافي. وأيضا تشافي في حال أدى مواسم أو مباريات كارثية سوف يخرج ويأتي مدرب آخر، إلى أن يعني برشلونة يجد حلا في اللاعبين يخرجهم من هذه الأزمة. فبالتالي موقف برشلونة. ولكن دعنا نتحدث عن بشكل عام عن الدوري الإسباني عبد الرحمن. الموسم الحالي ريال مدريد يقدم أداء كبير جدا بقيادة فينيسيوس الشاب وبنزيما وأيضا الحارس الكبير كورتوا. أنا أعتقد هؤلاء الثلاثة هم الآن من سوف إذا في حال ريال مدريد حصل على الدوري فسوف يكون بسبب هؤلاء بالضبط. نعم. عندنا حارس كورتوا، عندنا في الأمام فينيسيوس والانفجار الغريب الذي حصل له، أيضا بنزيما بالخبرة الكبيرة. فعلا فينيسيوس يعني نقدر نقول هو نقيض أنسو فاتي في برشلونة، ولكن الفترة الحالية فينيسيوس يتفوق جسديا ويتفوق فنيا ويتفوق بالأهداف اللي قاعد يحرزها. قبل كم يوم أيضا سجل هدف حسم فيه الصدارة المستمرة لريال مدريد. وبالمقابل نجد أن أنسو فاتي متأخر أو متراجع بعض الشيء بتأخر الفريق بأكمله. طيب عبد الرحمن، عندنا أيضا من على صعيد كورتوا يوجد لدينا الحارس الباريسي دوناروما، والحائز على جائزة أفضل حارس في عام 2022. دوناروما الذي لم يبلغ حتى الآن سن 23 بعد، هو 22 وكسور. لاعب في هذا العمر وبهذه الإمكانيات العالية ينتظره مستقبل لابد أنه باهر، ولا ننسى أنه يلعب أيضا في فريق كبير مثل باريس سان جيرمان، ويملكون حراس أساطير مثل نافاز، ومرت عليهم حقبة تاريخية من الأساطير مثل مارادونا ومثل زلاتان إبراهيموفيتش وما إلى ذلك. عندنا أيضا اللاعبة الحائزة على الكرة الذهبية للنساء تلعب أيضا في برشلونة، وهذا ممكن نقول الإنجاز الوحيد اللي طلع فيه برشلونة السنة هذه. نعم. بيدري أيضا لاعب برشلونة ماخذ جائزة أفضل لاعب شاب في عام 2022. نعم، يعني يوجد مزايا، يوجد نقاط بيضاء في هذا الكم الهائل من موسم برشلونة السيء. ولكن دعنا أخيرا وعلى عجالة نذكر كأس العرب والمقام في دولة قطر. وهذا الكأس الذي كانت افتتاحيته جميلة جدا، كان افتتاحه باللغة العربية، وأيضا كانت الأناشيد باللغة العربية، وأيضا يعني لعبوا الجولة الأولى جميع المنتخبات. على عجالة ممكن نذكر أهم المباريات أو نذكر المتصدرين المجموعات. طبعا هي تتكون من 4 مجموعات، المتصدرين منها قطر في المجموعة الأولى، في المجموعة الثانية نجد تونس، في المجموعة الثالثة نجد المغرب، وفي المجموعة الرابعة نجد الجزائر. فبالتالي هذه المنتخبات ثقيلة فنيا وهي متصدرة في مجموعتها. إن شاء الله نتحدث في الحلقة القادمة بشكل تفصيلي أكثر عن هذه البطولة. شكرا لك أخوي عبد الرحمن. للحديث بقية عبد الرحمن، ومعكم أيضا أيها المتابعين الأفاضل في كل مكان. شاكر لك هذا التقديم وهذا الحضور عبد الرحمن. شاكر لك أخوي عبد الرحمن، وشاكر للمستمعين الكرام ومشاهدينا الأفاضل على حسن الاستماع والإنصات والمشاهدة. دعنا نودع الجمهور عبد الرحمن إلى في نهاية هذه الحلقة. نستودعكم الله في حلقة قادمة في الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.